بسم الله. مساءك روقان وتفاؤل. النهارده ان شاء الله باذن الله حلقه تنميه بشريه جميله جدا. عايز اقول لك كل الفيديوهات اللي انت شفتها في حياتك تنميه بشريه حاجه، ودي حاجه. كل الحاجات اللي انت شفتها واللي انت هتسمعه النهارده هيفتح عينيك كتير على حاجات كتيره قوي قوي قوي. وهتعرف ايه السر اللي في ناس ليه بتعيش حياتها كلها سعاده، سهوله، يسر، روقان، حياتها جميله جدا. وفي ناس دايما حياتها مهما عملت عايشة حياتها في عذاب، ألم، مشاكل نفسية، مشاكل جسدية، مشاكل مادية. صدقني، تابعني لنهاية الفيديو ده. ولو انت جالك رزق اللي انت تشوف لحد هنا، اعرف ان دي اشارة بجد اللي انت تكمل الفيديو ده، لانه مهم جدا 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 جدا. خلينا نبدأ في حلقة التنمية البشرية. كنت دايما لان انا بحب ربنا جدا جدا، فدايما كان جوايا تساؤل، بتساءل كده مع ربنا بحب. بقول له يا رب، هو ايه هو السر؟ ليه دايما ناس بنشوفها، دايما كان دايما في عقلي بحث، ليه دايما ناس احنا بنشوفها دايما حياتها سعيدة ومبسوطة رايقة، وناس دايما عايشة حياتها في عذاب، في ألم، مشاكل، علاقات وحشة، نفسية وحشة وكده وغيرها. لحد ما الحمد لله بفضل الله جات لي الإجابة عن طريق علم التنمية البشرية وعلم الطاقة. وعرفت إن في قوانين ربنا حاططها، القوانين دي ماشية على كل البشر، مهما كان اتجاهاتهم، مهما كان أديانهم، مهما كان هما إيه، سواء أنت لونك إيه، شكلك إيه. القوانين دي اللي ربنا حطها هي اللي بتسير حياة البشر. وكل ما انت مشيت مع القوانين دي، كل ما انت حياتك بقت جميلة ومزدهرة وسعيدة. كل ما انت يعني تعاكست مع القوانين دي، كل ما حياتك ما بقت سيئة سيئة. القوانين دي من أهمها هو قانون الكارما. قانون الكارما. كارما ايه يا عبد العزيز؟ أنا مش فاهم حاجة. ده قانون العدل الإلهي. هو انت ممكن، هسألك سؤال، تفتكر ان انت ممكن حد تتعسه او تخليه حزين او تسرق الفرحة منه وعادي كده، وانت بعدها تبقى سعيد او تبقى حياتك حلوة او تبقى موفق او حياتك تبقى مبارك في حياتك؟ طب تفتكر انت ممكن تاخد من حد حاجة مادية؟ مثلا واحد ماشي ولو يكن واحد مثلا ماشي كده، واحد رايح جاي، واحد ماشي خد الموبايل بتاعه او ضربه مثلا وخد حاجته، وعادي كده ان انت حياتك بعدها تبقى جميلة؟ لا طبعا اكيد. خليني اقولها لك كده قاعدة: بمقدار ما انت هتسبب السعادة وتساعد الناس اللي حواليك، بمقدار ما انت ربنا هيكافئك ويجيب لك مكافآت وحياتك هتبقى اجمل. بمقدار ما انت هتعمل اي افعال سيئة في حياة الاخرين، سواء ان انت تجرحهم او تتنمر او ان انت تأذي حد او تعمل افعال سيئة في حياة حد، بمقدار ما سوء الحظ والعذاب هيرافقك في حياتك. وده السر. انا كنت دايما بستغرب، يعني مثلا ايه، ممكن اشوف واحد بيعمل كل الطقوس الدينية اللي هي الصيام والصوم والصلاة وكده. انا بقولش ان هي مهمة، هي مهمة جدا لان هي بتديك طاقة ايجابية وكده، بس دايما حياته فيها مشاكل. فكنت اقعد كده كواحد دارس علم نفس او تنمية بشرية، اقعد امخمخ. كنت ابص مثلا ايه، الاقيه ان هو بيعمل الطقوس دي لكن بيظلم، بيعمل الطقوس دي لكن بيجرح، بيعمل الطقوس دي وبيجي على حد او بيأذيه او بيعمل اي حاجة سلبية. خليني اقول لأي حد كده: لو انت فضلت تعمل طقوس من هنا لبكرة، ده مش هيجيب لك الحياة الكويسة. لان في حاجة ان انت ما بينك
ما بين الناس وما بينك وما بين ربنا. انت اي اخطاء انت بتعملها بينك من ربنا تستغفر، الطاقة السلبية بتاعت الذنب او الحاجة دي بتتحاش. لكن ما بينك وما بين الناس لا، بتفضل موجودة. بيحصل لك العذاب بقى، بيحصل لك الحاجات السيئة وكده. طيب انا دلوقتي مثلا لو واحد مثلا دلوقتي بيمر بمشاكل او تحديات او كده، اعرف ان انت ممكن تطلع من دي، بنسميها كارما سلبية. اعرف ان انت ممكن تطلع من الكارما السلبية دي او من المشاكل ديت عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت تدور مين اللي انا اذيته بكلمة، مين اللي انا ظلمته، مين اللي انا جرحته، مين اللي كان بيقدم لي الحب مثلا وانا تجاهلته. الناس اللي بتقعد تحب علاقة مثلا حب وتيجي ورا ناس توكسيك وكده، تأكد الناس دي بيبقى عندهم كارما سلبية، ان هو جالهم الحب او ناس كويسة كانت في حياتهم واهملوهم. الناس اللي مثلا بتاخد مثلا ايه، فلوس مش من حقها، دايما بتلاقي فلوسها بتضيع. الناس المجروحة نفسيا هتلاقيها جرحت حد. ودي الحاجة اللي هزتني قوي 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 لما انا درست القوانين دي، اسمها قوانين كونية بتمشي على كل الناس، على كل الأديان. إن كان في موقف سيدنا محمد، كان الموقف ده كان تقريبا يعني زي ما تقول كده بيهزر مع حد من الصحابة، مش فاكر الموقف قوي يعني، أو بيعمل حاجة كده معينة. راح جاي الصحابي قال له إيه؟ أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله. فراح جاي سيدنا محمد قام رايح جاي قايل له، جه قرب منه وقال له اقتص. انت متخيل؟ وهو الرسول وهو النبي. فالراجل يعني قال له معناها انا مش قصدي وكده، وانت يعني ان انت رسول الله وكده وفاهمني. وحصل ان هم قربوا يعني حبوا يعني وكده وقربوا من بعض وكده. الخلاصة من الموقف ان انت يا حبيبي عشان تعيش حياة سعيدة، ان انت لازم قلبك اولا يبقى نقي، لازم ان انت تعامل الناس بحب. العكس بقى، الحظ الجيد، الحياة الحلوة، السعادة، العلاقات الجميلة بتحصل امتى؟ لو انت طول الوقت بتعمل حاجات كويسة في حياة اللي حواليك. اعمل وما تستناش مقابل. ادي لحد ابتسامة، ادي لحد بجد كلمة جميلة. روح زور ناس يعني كبار في السن محدش بيفتكرهم. لما تلاقي حد فقير طبطب عليه. بجد اعمل حاجة جميلة في حياة الناس. هتلاقي علميا انت بتتشحن طاقات ايجابية عالية لما انت بتعمل حاجات كتيرة كويسة، فبتبقى مستحق مكافآت بقى من ربنا. دي بقى المكافآت دي احنا في علم التنمية البشرية او الطاقة بنقول عليها كارما ايجابية. بتلاقي حياتك فيها سعادة، فيها روقان، فيها حاجات جميلة جدا 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 جدا. طيب في نوع تاني من الكارما السلبية، هو ان الانسان يظلم نفسه. يعني مش ان هو يظلم الناس، لا يظلم نفسه. وحل الموضوع ده هو ان انت تبطل تظلم نفسك وان انت تحب نفسك. وده ان شاء الله باذن الله، لان انت لما تحب نفسك انت انسان لما انت تظلم نفسك انت برضو انسان سيء على فكرة، انت انسان ظالم. يعني دي حاجة برضو مؤذية. لما تبتدي تحب نفسك الحياة هتحبك، وهتجيب لك الاشخاص المناسبة بجد ان هم يكونوا في حياتك. طب دلوقتي لو في واحد حظه سيء، لو في واحد حياته سيئة، لو في واحد عنده مشاكل في حياته، يبتدي بجد يدور، أنا جرحت مين؟ أنا ظلمت مين؟ أنا زعلت مين؟ ممكن أكون زعلت حد بكلمة أنا شفتها عادية أو كده، بس ممكن الكلمة دي بجد تكون جرحت قلبه قوي. ممكن تكون بجد الكلمة دي خليته يقعد أيام وليالي بيبكي بالدموع. انت ممكن تبقى فاكر حاجة سهلة هينة، بس هي عند ربنا كبيرة. ابتدي اشوف الناس ان انا ممكن زعلتهم، تجاهلتهم، عملتهم وحش. طب نفترض مثلا انا حد مثلا انا ظلمته، وانا رحت له عشان اكلمه اعتذر له كده، وهو ما تقبلش الاعتذار او الحاجة دي. اعمل ايه ساعتها؟ قدامك ان انت تدعي له ان ربنا يسامح له على كل اخطائه، فالكارما السلبيه اللي انت عملتها له تتحول لايجابيه. او ان انت ممكن مثلا تطلع مثلا تطلع مثلا اي صدقات بنيه ان انت الصدقات دي حسناتها مثلا ان هي او الطاقه بتاعتها تروح للانسان ده.
يبقى أنت كده بتحوّل حياتك من الكارما السلبية أو من العذاب والمشاكل والحاجات السلبية لحاجات إيجابية. وعايز أقول لك على حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. وعايز أقول لك على حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. بالنسبة للإله ما فيش حاجة بتيجي لك وحشة وبالنسبة لك أنت. إحنا جايين الحياة اللي إحنا عايشينها دي زي مدرسة، مدرسة روحية. إحنا جايين هنا عشان نتطور ونبقى أفضل وتبقى إنسان عندك إنسانية أكتر. فأنت دايما بص لأي رسالة حزن أو عذاب أنت بتعيشها إن أنا عملت حاجة غلط تجاه نفسي أسأت ليها أو أسأت للناس، وابتدي افتح قلبك للحب. ابتدي اعترف، اعتذر للآخرين، قرب منهم، حبهم. ولو انت أسأت لنفسك اعتذر لنفسك وحبها، وابتدي اعمل حاجات حلوة. هتتحول حياتك فعلا لجنة. هتلاقي فعلا الحاجات اللي انت عايزها بتحصل لك بسهولة. هتلاقي دايما ان انت يعني عارف حياة الناس الآخرين واقفة، وانت حياتك بتمشي بسلاسة وبيسر. بس لما انت تبتدي تعمل. والدليل على كلامي ده آيات كتيرة جدا 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 في القرآن وكده، وهتلاقيها موجودة في كل الكتب السماوية عامة. لو انت مش مثلا مش مسلم او كده، ان بما كسبت ايديكم فيما معناها آيات كتيرة جدا باللي انت بتعمله. فعيش دايما بالحب، لان الحب والقلب النقي هو اقرب طريق، مش بس للسما، ده أقرب طريق للتوفيق وللسعادة على الأرض. استغل كل يوم اللي انت تفكر بجد ازاي ان انا اخلي العالم ده مكان اجمل، ازاي انا انشر كلمة ايجابية، ازاي ان انا انشر تفاؤل، ازاي ان انا اطبطب على قلب حد. ولو انت عملت كده بجد هيتم مكافآتك. الحظ الجميل هيكون معاك، الوفرة، المسرات، احساس ان انت قاعد كده لوحدك ومحدش جنبك ولا اي حاجة. في هنا راحة نفسية بجد، هتحس بالمشاعر دي قوي قوي قوي. فاستغل القانون ده، قانون الكارما لصالحك. ما تأذيش إنسان، ما تأذيش نبات، ما تأذيش أي كائن موجود. حب كل حاجة حواليك واعطيها حب. انت هتبقى محبوب جدا من الحياة، وهتبقى مرغوب جدا من الحياة. والفرص هتجيلك والوفرة هتجيلك، لأن انت على حسب علم الطاقة هتبقى طاقتك إيجابية عالية جدا. فكل شيء هيتبعك، بس لأن انت عرفت إنسانيتك وعرفت انت الحقيقي مين. انت الحقيقي الأبعد من شكلك، الأبعد من جسمك، الأبعد من شهادتك. انت الحقيقي هو الإنسان اللي بينتصر لإنسانيته، واللي عارف إن هو المفروض يساعد، يحب ويساعد نفسه ويساعد كل الآخرين. اعتبر أي عذاب أو ألم أنت بتمر بيه هو رسالة، مش لأن ربنا عايزك تزعل وتكتئب، لأ، إن أنت تدور جوه منك. ممكن تكون أنت مسيء لنفسك فبتفكر أفكار سلبية فبيديلك تعاسة، أو أسأت للآخرين. روح اعتذر، حب، قرب. بتمنى لك بجد من كل قلبي الحلقة تكون فادتك. متنساش اللايك وسبسكرايب والشير، لأن بجد دي ده رزق ليك لو وصلتك. ولو انت عملتها صدقني كل حياتك هتنقلب 180 درجة. كل حياتك هتنقلب 180 درجة. كل حياتك هتنقلب 180 درجة. واللي انا بقوله ده قانون كوني الهي بيجيلك مهما كنت انت مين، او مهما كان اتجاهك ايه، مهما كان دينك ايه، مهما كنت انت ايه. فاتبعه دايما عشان الحظ الجيد والوفرة والبركة والحاجات الجميلة تجيلك. من قلبي بتمنى لك حياة جميلة مش عادية.
حياة مليانة وفرة، حياة مليانة حب، حياة مليانة تسامح، كل لحظة فيها تستغلها في الحب والخير ومساعدة نفسك ومساعدة الآخرين. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تقدر ننشر كل حاجة كويسة ما بين الناس والفيديوهات تنتشر. وكل سنة وانت طيب وبسعادة. رمضان كريم عليك وبالصحة دايما.